خوتي المشاهدين، الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا ها علاش قلت لكم اخوتي ما بغيت نتضامن مع حتى شي واحد باش نفهم وبغيت نعرف الحيثيات. خوتي الله يرحم لكم الوالدين، ما يتمش التلاعب بكم، ما يتلاعبوش بكم الناس. ردوا بالكم اخوتي، وياكم تظلموا شي واحد، وياكم تديو التقليد، وياكم اصحاب التعاليق، وياكم اليوم الدنيا وغدا الاخره. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف، ما بغيت نجي لا من ناعمه لا من فاتحه، ولكن اليوم بدات كتضح لي الصوره، ورساله لعثمان وفاتحه القرويه. اش هاد الشيء؟ واش انا الا كنت غادي ندافع عليكم ولا المتتبعين اللي كيدافعوا عليكم ندافعوا عليكم بالظلم؟ لا، بغيت الشرح، بغيت شي حد يشرح لي ما معنى انكم تتهموا نعيمه البدويه وراجلها بانهم كانوا تما وهما شاداهم الكاميرا في المحكمه. انا شرحوا لي غير هادي. انا من هنا من اليوم الغدا الا ما توضحش هذا الموضوع بالخصوص انا ما غنبقاش على الحياد، لان هذا الشيء راه باين. واللي ما عجباتوش هضرتي يهز الابوني ديالو وماشي مشكل، لانه السكوت على الحق، شوف اللي سكت على الحق شيطان اخرس. من الاخر كنتمنى من فاتحه وناعمه يوضحوا لنا كيفاش الشكايه اللي دارتها امي زهره. كيقولوا بانه ناعمه وراجلها هزاتهم الطوموبيل وهما اللي مشاو ضربوا، مع العلم انه وكيل جلاله الملك طلق السراح ديال ناعمه وراجلها وما شدهمش لانهم ما كانوش تما. اذا هنا هادشي اش تيبين؟ اذا هنا كاين الخواض وكاين ريحه الحريره تما. الله يرحم لكم الوالدين. ها علاش قلت لكم راه ما غنجي من حتى شي واحد فيهم حتى نفهم الموضوع مزيان، ولكن دابا الصوره بدات كتوضح، وبغيت توضيح للراي العام وللمتتبعين اللي متبعين هذا الموضوع واللي متعاطفين بقلبهم وتيبكيو. لا الا الظلم نبغي، ولا بغيت نتعاطف مع شي جهه خاصني نتعاطف وهي مظلومه، لانني ابدا ما رضاش ندافع على جهه ظالمه. هناك كواليس وهناك توجاد وهناك حفير و خوتي، وياكم اللي بغى يدي التقليد يديه بعيد عليا. انا راه قلت لكم الله ينعل جد لي زابوني وينعل جدبوا المشاهدات وينعل جدبوا الفلوس قدام كلمه الحق. كلمه الحق تعلو ولا يعلى عليها، كلمه الحق تعلو ولا يعلى عليها. بغينا توضيح، بغيت توضيح، ما يتمش الاستحمار ديال المتتبعين. خوتي كاين الناس اللي متعاطفه غير حيت شافت الفاصمه وشافت الضوء الحمر وشافت. حنا ضد الضرب والجرح، اوكي ها هما غياخذوا العقاب ديالهم، ولكن وضحوا لنا هذا الشيء. بغيت توضيح بهذا الخصوص. انت كيفاش زعما تقولي وحده كاينه وهي ما كايناش؟ حتى شوف ماشي كنقولوا حبا في البدويه، ولكن حبا في كلمه المعقول والصدق، والانسان يكون صادق. باش لا تعاطفنا معكم تعاطفوا معكم قلبا وقالبا، وحنا عارفين راسنا كندافعوا على المعقول. ماشي تم التلاعب بالمشاعر ديالنا والتلاعب بينا حنايا. حنا ماشي لعبه. جيونا للصراحه، شكون اللي كان وشكون اللي نزل من القصدير وشكون. اما الا كنتو جايين تصفيو حساباتكم فما تصفيوش حساباتكم بينا، لا لتصفيه الحسابات العائليه بالقنوات والمتتبعين. هذا هو المعقول. واللي ما عجباتوش هضرتي يهز الابوني ويزيد بحاله من الاخر، حيت هذه هي كلمه الحق. فهمتي؟ انا صبرت هاد السيمانه كامله وانا صابر، لانه بغيت نتاكد. قلت ما غنخرج نتضامن مع حتى شي واحد فيهم حتى نعرف الحق فين كاين. ولكن دابا بدات كتضح الصوره، وهاد الحب وهاد الزبل ديال حب الانتقام وحب المال وحب التسلط على الناس، لا. فهمتي؟ فاتحه وعثمان مطالبين بتوضيح. وانت يا ديك حفصه يا حامله كتاب الله، انت عارفه ما قال الله وما قال الرسول في كتابه المبين، وحنا قلنا لك ما كانش عليهم يقيسوك وما كانش عليهم يتعداو عليك. لهذا حتى انت مطالبه تقولي كلمه حق. وانا من هذا الفيديو كنقول لك شوفي، تقليد عليك وحلفناك براس ولادك. شوفي حلفتك بولادك، الا كذبتي الله ياخذ لك الحق في ولادك. الا كذبتي الله ياخذ لك الحق في ولادك الا كذبتي وما كنتيش صريحه وما قلتيش المعقول في هذه القضيه هذه. لانه ما بغيناش نكونوا حنا هما العصا اللي كيتصوتوا بها الناس ظلما وعدوانا. حنا ما غنكونوش هما الزلاط اللي كيتصوتوا به القنوات. لهذا اطالب بتوضيح
بهذا الخصوص. ومازال ما وضحتوش ليا لي زوديو ديال غادي يحضروا مالين طرابش وديال غادي تكون عالميه وغتكون موثقه. المتتبعين شبعوا فيا سبان، علاش نطالب بتوضيح؟ ولا دابا اللي بغى يعايرني غير يعاير. الا كنت غنقول كلمه الحق ونتسب ما عنديش غرام ديال المشكل، غير سبوني غير عايروني هانيه، ما عنديش غرام ديال المشكل. انا قلت لكم راه اللي شتو ظالم غنعطيه للراس، واللي شتو على حق غنوقف معاه، حيت ابدا ما نرضاش على راسي 4 سنين ولا 5 سنين عمرني تعديت على شي واحد. دائما كلمه الحق والمصداقيه نقولها، نجي حتى الاخر حتى لهنا وعاد نبدا نتلاعب بالمتتبع. ابدا لن ارضى ان يكون متتبعيني عصاة لاجل ضرب شي واحد ولا شي قناه. ابدا حنا ماشي زلات تصوتوا بينا، حنا ماشي اداه تنتقموا بينا من البدويه ولا من غيره. اللي بغى ينتقم سيروا صفيوا حساباتكم بدون متتبعين وبدون قنوات. حنا ماشي هما العصا اللي غادي تضربوا بها بعضياتكم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قلت لكم انا داك النهار البدويه مادام قالت بانه كنت في المحكمه يعني وقالت لك انه كاين المحامي، مستحيل تكذب. انا باش الحق حق. شوف زهير ومريم ومنعش المهم اللي ضربوا واللي نزلوا من القصدير غالطين، ولكن كذلك ومثال بغيت التوضيح. علاش يقولوا نعيمه كانت وهي ما كانتش؟ اذا هنا كاين الكذوب. انا ملي نحصل عليك هنا الكذوب، واش بغيتيني ندافع عليه؟ كيفاش غندير ندافع على واحد كيكذب عليا؟ جيني للصراحه، شكون كان وشكون ما كانش. نعيمه مادام ان الوكيل طلق الصراحه ديالها اذا ما كانتش، اذا كانت صادقه وما كذباتش. وانا شتي البدويه والخلا والجلا وياك تجيب ديني ولا تشكريني عطيك للراس. انا كلمه حق غنقولها باش نبري الرقبه ديالي والذمه ديالي، ماشي حيت باش تشكريني ولا ما تشكرينيش. من الاخر الظلم ما نبغيش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. ورساله للقنوات، الله يرحم لكم الوالدين، اتقوا الله في هاد الناس، اتقوا الله وحاولوا تدخلوا بالصلح عباد الله. راس الصلح خير. واجمعوا لما لقيتوا ما تجمعوا عباد الله، راه عندكم الاجر كثير في هاد الروينه هادي. شوف اجر مع الله واجر مع المغرب، مع بلادنا اللي غادي لا تشوها غنبقاو يضحكوا علينا عباد الله 70 عام هنا لقدام. ايوا المهم اخوتي، انا شوف يدي فوق راسي، انا لا اله الا الله محمد رسول الله. الا الكذوب نبغي المعقول، نبغي الصدق، ندافع على شي واحد ما يكذبش عليا، يجينا الصراحه. ما غاديش نجلس انا ندي في الذنوب على ظهر شي حد ولا شي وحده ابدا. الا كنا ارتكبنا اغلاط سابقا ما غنعاودوش نرتكبوهم عاوتاني. من الاخر سالينا المعقول. اللي ندافع عليه يكون معقول ويكون صادق وما يكذبش عليا. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.